كل يوم قضية جديدة، وكل يوم مشكلة جديدة، وكل يوم غرامة جديدة، وكل يوم حكاية جديدة، وشخص واحد بقى في الآخر هو المستفيد من اللي حصل للزمالك الموسم ده. الزمالك قبل الموسم ده كان عنده غرامات عادي، إيقافات عادي، إيقاف قيد، مشاكل جوه الفرقة، لعيبة مش عارفة تجدد، صفقات مضروبة، كل ده كله كان موجود قبل الموسم ده. في بداية الموسم ده قالوا تعاقدنا مع مدير رياضي شركة كبيرة راجل بروفيشنال عشان يعزل فرقة الكرة وما يكررش أخطاء الماضي. تمام. في البداية شجعنا ودعمنا وقلنا كمل يا مستر جون، بسم الله ما شاء الله، جايب صفقات، جايب لعيبة مش عارف منين ومنين ومنين، وشيكو بانزا وأنجولا وإخوان ألفينا ولعيب كويس وي وي. ماشي تمام. جايب مدرب صغير في السن، مشروع، ماشي تمام. جايب حارس تالت المهدي سليمان، حارس دولي، عشان لو حد من الموجودين مشي وعشان يتمشي، ماشي. هنجدد مش عارف لمين، ومش هجدد محمد السيد مش عايز يجدد هجمده، ماشي. هتمشي مدير الفني وتجيب مدير فني جديد مصري، ماشي. مش عارف تجيب مدير فني اجنبي، ماشي. كل ده كله بداية اللي عمله او اللي غيره مستر جون في الفرقة. طيب، في المقابل المدير الفني اللي انت جبته مشي وطلع عامل مشاكل على فلوسه، يعني ما خلصتوش بطريقة احترافية، ما خلصتش التعاقد معاه بطريقة احترافية، إذا أنت ما غيرتش حاجة عن الموسم اللي فات قبل ما تيجي. دي أول حاجة. تاني حاجة، الأندية اللي جبت منها اللعيبة ما دفعتش فلوسها واشتكوك وعملوا إيقاف قيد. دي اللي كان بيحصل الموسم اللي فات واللي قبله. اللعيبة مشيت عشان ما بتاخدش فلوس، ده اللي كان بيحصل الموسم اللي فات واللي قبله. ما الفرقة في المركز الرابع، ده ما كانش بيحصل الموسم اللي فات واللي قبله، كان بيبقى مركز تالت. تقدر تقول لي ايه الجديد اللي اضفته للزمالك؟ الجديد الوحيد اللي استفاد بقى من في الليله دي كلها مستر جون. ليه؟ هو الراجل كان اتفاقه مع اداره النادي، انا هشتغل بعموله مش بمرتب. من الصفقات بقى معرفش اللي طالع ولا اللي داخل ولا اللي بنباع ولا اللي هتشتريه ولا وتمام. حصلت صفقات بقى، لعيبه جت ولعيبه مشيت، والجفاري طلع اعاره ومش عارف مين طلع مش اعاره ومين اللي راح فين ومين جه منين. تمام. جبت مدير تعاقدات وجبت مدير شؤون قانونيه للفريق، وبيانات تطلع، واحنا خلصنا جروس واحنا خلصنا جوميز واحنا الحمد لله انهينا الاتفاق مش عارف مع مين، واحنا عملنا ايه، هوب واسبوعين نلاقيها قضيه. ما انت خلصت ايه؟ مدير تعاقدات ما جابش غير بارون اللي جاي عن طريق شركه مصريه، سوري، شركه اجنبيه تعمل مع شركه مصريه هنا بس. بارون اللي ما بيعرفش يوقف كوره. تمام. صفقات بسم الله ما شاء الله، ومعالي جبته ولعب ماتش وكف على وشه ومشي وطالب فلوس، والنادي بتاعه طالب فلوس وكله طالب فلوس طب ايه بقى؟ مين المستفيد من اللي بيحصل في الزمالك؟ طيب، مستر جون قدم ايه للفريق؟ غيرت ايه في الفريق؟ عملت ايه للفريق؟ صفقات، مستحقات، سيبك من اللعيبه القديمه والقضايا القديمه والحاجات اللي انت مالكش دعوه بيها. انت عندك فيريرا مدرب بتاعتك، مش عارف انت مشيت جروس ولا جوميز، مش فاكر، تقريبا جروس بتاعتك. عندك معالي بتاعتك، شيكو بانزا بتاعتك، اخوان الفينا بتاعتك، صلاح مصدق مش بتاعتك، ماشي. الجفاري ومشكلته مش بتاعتك، ماشي، بس في حاجات بتاعتك. عدي الدباغ بتاعتك. بنتايج بتاعتك ومش بتاعتك، لان هو جه مش معاك بس هو لعيب في الفرقه وملتزم واداء، فالمفروض تحافظ عليه. مين تاني؟
طبعًا اللعيبة المصريين، أحمد حمدي ما جددتش معاه، أحمد حمدي عامل مشاكل وهيعمل مشاكل والراجل عايز فلوس وعايز يلعب وعايز وده حقه، دي حاجة ما تزعّلش. فالحاجات دي كلّها أنا مش لاقي تفسير. مستر جون أنا مش لاقي تفسير. ماذا أضاف مستر جون إدوارد لنادي الزمالك؟ لو حد عنده إجابة على السؤال يجاوبني.